أشعل حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر أجواء المواجهة المرتقبة أمام منتخب إسبانيا، مؤكداً أن الاحتكاك بعمالقة الكرة العالمية يمثل الخطوة الأهم في بناء شخصية جديدة لام الفراعنة، استعداداً لنهائيات كأس العالم 2026. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في برشلونة، كشف المدير الفني عن ملامح مشروعه الفني، مشيرا إلى أن المواجهة الودية أمام منتخب السعودية لم تكن مجرد مباراة، بل بداية لمرحلة جديدة من التطوير التكتيكي داخل المنتخب. وأوضح: خضنا تجربة فنية مختلفة أمام السعودية، ونسعى لتكرار تجارب جديدة أمام إسبانيا، في إشارة إلى توجهه نحو تنويع الأساليب الخطية واختبار قدرات اللاعبين في مواقف متنوعة. وأكد حسام حسن أن الانتصار الكبير على المنتخب السعودي منح اللاعبين دفعة معنوية قوية، لكنه شدد على أن الهدف يتجاوز النتائج، ويتمثل في إعداد فريق قادر على مجاراة النسق العالمي عبر مواجهة مدارس كروية مختلفة ضمن برنامج الإعداد. وأشار إلى أن لقاء إسبانيا يمثل فرصة لتحقيق قفزة فنية حقيقية من خلال تطبيق الأفكار التكتيكية الجديدة، وقياس مدى جاهزية اللاعبين بدنيا وذهنيا تحت ضغط المباريات الكبرى. كما أوضح أن الاحتكاك بالمدرسة الإسبانية العريقة يمنح لاعبي المنتخب خبرات ثمينة تساعدهم على التعامل مع تحديات البطولات الكبرى، وتؤكد جاهزيتهم لخوض منافسات المونديال. واختتم المدير الفني تصريحاته بتوجيه رسالة طمأنة للجماهير، مؤكداً أن المنتخب يسير بخطى ثابتة نحو الظهور بشكل مشرف على الساحة العالمية، واعداً بتقديم أداء يليق باسم مصر.